هل عمرك سألت نفسك ليه في ناس بتحقق نجاحات عظيمة وناس تانية تفضل مكانها؟ الفرق مش في الذكاء ولا في الحظ، الفرق الحقيقي في العادات. والكتاب اللي معانا النهاردة بيكشف لنا أهم 7 عادات لو اتبعتهم هتغير حياتك للأفضل في الشغل، العلاقات، وحتى الراحة النفسية. الكتاب هو العادات السبع للناس الأكثر فاعلية، ستيفن كوفي. العادة الأولى: كن مبادراً. الناس الناجحة ما بتستناش الظروف تتحسن، هم اللي بيخلقوا الظروف. يعني ما تقولش مفيش وقت، لكن اسأل نفسك إزاي أنظم وقتي. الفرق بين الناس الفعالة وغيرهم إنهم بياخدوا مسؤولية حياتهم بالكامل. العادة الثانية: ابدأ والنهاية في ذهنك. كل خطوة بتعملها لازم تكون رايحة لهدف واضح. يعني شوف نفسك بعد 5 سنين عايز تكون إزاي. ابدأ من دلوقتي وابني كل قراراتك على الصورة دي، زي ما المعماري بيرسم التصميم قبل ما يبدأ في البناء. العادة الثالثة: قدم الأهم على المهم. اتعلم تقول لأ للحاجات اللي مش بتقربك من هدفك. رتب أولوياتك، مش كل حاجة مستعجلة تبقى مهمة. ركز على الحاجات اللي ليها أثر طويل المدى، مش اللحظي بس. النجاح محتاج إدارة وقت حقيقية، مش مجرد شغل كتير. العادة الرابعة: فكر في مبدأ رابح رابح. في الحياة مش لازم يكون في خاسر علشان تكسب. الناس الفعالة بيدوروا على حلول تفيد الجميع. نجاحك مش معناه فشل غيرك. الأسلوب ده بيبني ثقة وعلاقات أقوى، سواء في الشغل أو في البيت. العادة الخامسة: افهم أولاً ثم اطلب أن تفهم. كتير بنقع في فخ إننا بنجهز الرد قبل ما نفهم الطرف التاني. الناس الفعالة بيسمعوا بتركيز علشان لما يتكلموا يكون كلامهم فعلا له تأثير. العادة السادسة: حقق التكاتف. يعني القوة في الجماعة. التعاون الحقيقي مش بس بيجمع مجهودات، لكن بيخلق أفكار وحلول ما كانتش هتظهر إلا بالتنوع. 1 يضاف إلى 1 مش دايما يساوي 2، ممكن يبقى 3 أو أكتر. العادة السابعة: جدد طاقتك. ما تهملش نفسك. خصص وقت لتطوير نفسك، ذهنياً، بدنياً، روحياً، واجتماعياً. زي المنشار اللي محتاج سن كل فترة علشان يفضل فعال، انت كمان محتاج تشحن باستمرار علشان تقدر تكمل. بس كده يا صاحبي، دي كانت العادات السبع للناس الأكثر فعالية من كتاب غير حياة ملايين، وممكن يغير حياتك انت كمان. أنا أحمد، ودي كانت صفحة جديدة من صفحتنا. لو عجبتك الرحلة ما تنساش تشترك في قناتنا صفحات، علشان لسه عندنا كتب كتير وكل كتاب حكاية. استناني في الملخص الجاي، وخلي دايما في بالك صفحة واحدة ممكن تغير كل حاجة. سلام.